كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الصحيحة؟ إذا طبقت هذه الطريقة ستجد الثمر أمامك. أولا قبل أن أبدأ كما عودتكم أن أدعو لكم، أسأل من الله سبحانه وتعالى لكل من شاهد هذا المقطع ونشره وشارك على الأجر أن يقضي دينه، وأن يفك كربته، وأن يشفي مرضه، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. آمين اللهم آمين. يجب عليك أن تعرف ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي عند الله ثناء الله عليه، ثناؤه عند الملائكة. كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الصحيحة؟ أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقلب خاشع وبقلب مطمئن، ويجب عليك أن تكون مركز عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت متيقن وأنت مخلص بأنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء لوجه الله وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. ما هي أفضل الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الصيغ وأكملها هي الصلاة الإبراهيمية، ولكن هناك صيغ لا بأس بها كما قال ابن باز رحمه الله، مثل اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على نبيك، اللهم صل على رسولك عليه الصلاة والسلام. أفضل وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو وقت السحر، عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. فوالله أن من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالذات وقت السحر أن الله سبحانه وتعالى يفك كربته ويرزقه من حيث لا يحتسب ويفرج همه وكربه. فلذلك عليكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.